ترامب تعدى كل الخطوط الحمراء وكمان احتجز سفينة وغواصة روسية. الكلام ده كله حصل امبارح بس، والقوات الأمريكية نفذت الإنزال ده على السفينة الروسية بمشاركة القوات البريطانية. طب ايه القصة وايه الموضوع؟ تعال اشرح لك كده ببساطة زي ما اتعودنا. الموضوع ما فيه يا سيدي ان في مركب اسمها بيلا واحد، والله كل اللي اسمهم بيلا عاملين مشاكل. المهم المركب دي كانت من ضمن اسطول كبير بينقل نفط، ولكن حسب وجهة نظر امريكا وحسب اللي هي مشرعاه بتقول لك ان النفط ده غير قانوني. طب ليه غير قانوني؟ قال لك انت بتروح تجيب نفط من فنزويلا ومن الدول اللي احنا حاطين عليها حظر وبتاخده تبيعه كمان في السوق السوداء، يعني يا ريتك حتى بتبيعه بالسعر بتاعه، لا ده انت بتاخده وكمان بتبيعه سوق سوداء. ايوه امريكا، بس المركب دي تبع روسيا. قال لك لا، لحد دلوقتي المركب مش تبع روسيا ولا عليها العلم الروسي ولا حتى في سجل الاسطول الروسي. روسيا هنا قالت لك خلاص بسيطه، اخليها في السجل الروسي واحط لك عليها علم روسي، وده لان امريكا اصلا بقالها سنين بتفضل ان هي تتتبع وتلاحق المركب دي بالتحديد، وده كان عامل مشاكل لروسيا. فروسيا هنا قررت بالفعل ترفع العلم الروسي فوقيها وتدرجها ضمن سجل الاسطول الروسي اللي بينقل النفط. الا ان امريكا هنا ما اعترفتش بده وبلغت بريطانيا بانها تتتبع وتراقب لها السفينه دي بالتحديد. طب ليه يا امريكا ما عندك السفن كلها، اشمعنى اللي روسيا مركزه معاها دي؟ قال لك لا هو كده. فهم بيرصدوا المركب دي اتفاجئوا بان اسمها على السجلات الروسيه فعلا، وكمان غيروا اسمها بقت من بيلا واحد لمارينيرا. فمعنى كده ان روسيا بالفعل خلتها في السجل بتاعها. ده مش كده وبس، ده بريطانيا اتفاجئت بحاجه تانية مع السفينه دي. بريطانيا لما جت تراقب السفينه لقت ان في غواصات روسيه بتامن المركب دي، وهنا قررت تبلغ امريكا، ده احنا لقينا غواصات روسيه فعلا بتامنها. ده مش كده وبس، ده بدا المسؤولين الروس يتكلموا عن السفينه دي علني وينشروا فيديوهات للمراكب الامريكيه وهي بتلاحق السفينه دي، وكانهم بيحطوا امريكا في احراج قدام العالم. طبعا هنا بريطانيا فكرت ان امريكا هتقول لهم خلاص خلوهم يعدوا ونبقى نتكلم في الموضوع ده سياسيا، الا ان امريكا ما عملتش كده خالص. قررت تاخد طيارات ليها وتعمل انزال فوق المركب دي، والانزال ده سيطروا على السفينه وسيطروا على الطقم اللي موجود كله بالكامل. قال لك طب والغواصه؟ فامريكا شافت هنا ان لو احتجزت الغواصه يبقى معنى كده انها داخله في تحدي مباشر للجيش الروسي، فقررت هنا انها تصرف طاقم الغواصه والغواصه كمان معاهم. الا ان عمنا بوتين شاف ان ده جر شكل، وبمعنى اصح ترامب كده مش شايف حد قدام. هتقول لي هنا طبعا مش هيسكت وهيرد، اقول لك بس مش بطريقه مباشره، مش بنفسه على الاقل دلوقتي، علشان ما يحطش نفسه في مشكله في القانون الدولي. القانون الدولي اللي امريكا بتحترمه جدا. المهم كان معروف ان الفتره اللي فاتت في توتر شديد جدا ما بين اللي ما يتسموش وما بين ايران، فروسيا هنا قررت انها تنكش امريكا عن طريق اللي ما يتسموش. فالنهارده تطلع روسيا تعلن في بيان انها بتطلب من رعاياها وكل الروس اللي موجودين عند الكيان يغادروا فورا. فالسفاره الروسيه عند الكيان طلبت توضيح من وزاره الخارجيه في روسيا، يمشوا يعني بمعنى اصح كده، مش شو ولا ايه الكلام عشان نبلغ الرعايه بتوعنا. روسيا هنا اكدت لا يمشوا لان اللي جاي هيكون مش سهل. وحسب تقارير ان روسيا تواصلت مع ايران وقالت لها بصي انت معاكي كارت مفتوح، اي اماكن عايزه تستهدفيها وما عندكيش الادوات اللي تساعدك على ده انا هوفرها لك وفورا. وحسب المصادر انهم رصدوا بالفعل تحركات روسيه تجاه ايران، وان فعلا ممكن يبقى فيه مد عسكري. هتقول لي طب وامريكا عامله ايه؟ قاعده بتتفرج؟ اقول لك لا، امريكا راحت بدات تبعت قوات كبيره ليها خصوصا في السلاح الجوي، وكلهم كانوا رايحين اتجاه الشرق الاوسط. ده كمان قاعده العديد اللي موجوده في قطر عملت تاهب واستعداد شامل، لان معروف اي استهداف هتنفذه امريكا في الشرق الاوسط لازم بيطلع من قطر، لان دي اقرب قاعده موجوده في الشرق الاوسط واكبر قاعده موجوده في الشرق الاوسط واللي عندها جميع الادوات والمعدات والجاهزيه. فانت هنا بتتكلم ان في مواجهه جايه. المواجهه دي هتكون ما بين ايران واللي ما يتسموش، ولكن دول اللعبتين اللي بيحركوهم اكبر قوتين موجودين في العالم. امريكا بتحرك الكيان وروسيا بتحرك ايران، وكل حد فيهم بقى هيفضل يجرب الحاجات والتصنيع بتاعه في التاني، ولحد دلوقتي محدش عارف الموضوع رايح لحد فين. لكن من الواضح كده ان كل حد ناوي على مشكله للتاني. روسيا لو ما ردتش الحركه دي هتحس بان هي خلاص نفوذها في العالم هيقل، وان اي حد كان بيروح يعمل معاهدات معاهم او اتفاقيات هيبقى شايف ان هم ما لهمش دور قوي او رد فعل يقدروا ان هم يتحاموا فيهم. فروسيا لو ما ردتش على الحركه دي تبقى خسرت فعلا نفوذها. وطول السنين اللي فاتت دي انه كان بيتسوق لروسيا ان هي القطب الثاني في العالم بعد امريكا، ساعتها القطب ده هيختفي تماما. هتقول لي هنا هيجي دور مين؟ حسب تقارير كتير ففي رادارات بدات ترصد حركه للسفن وللمعدات الصينيه في اتجاه فيتنام، وان المسافه اللي كانت بعيده الاول بقت اقرب بكتير مما تتخيل. هل هنا ياتي دور الصين بقى بان هي كمان تفرض نفوذها وتسوق لنفسها كالقطب الثاني؟ اقول لك انت غلبان، ده الصين كلها سنين وهتسوق لنفسها ان هي القطب الاول، فتوقع اي حاجه اي وقت من الصين. وانك ممكن كده اللي شايفه هادي دايما وما بيعملش مشاكل وما بيتدخلش في حاجه يكون بيحضر
لحاجه كبيره يقش بيها الكل، زي ما عملوا كده في الاقتصاد بالظبط. سابوا دول اوروبا تشتغل وفجاه الصين جت وقشت اقتصاد العالم كله. فالسؤال ليك انت بقى، تتخيل كده الموضوع هيروح لحد فين؟ تنديد وبيانات ولا تحركات ومواجهات؟